على كل حال هناك أسئلة أيضا ربما تطرح على أي حزب يصل إلى السلطة، خصوصا مثلا فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد. ماذا يرد حزب الغد على تساؤل المواطن المصري حول هذه الاتفاقيات؟ سيتم مراجعتها؟ سيتم عرضها على استفتاء شعبي؟ سيتم إلغاؤها مباشرة؟ هذه أسئلة محرجة ربما أيضا تثير حفيظة الغربيين الذين يتدخلون لا شك في الشأن المصري وفي مستقبل مصر. هل لكم جرأة في طرح إجابة واضحة حول هذه النقطة؟ بشكل قاطع قولا واحدا ولا مناقشة فيه. احنا بنلتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، لكن كل هذه الاتفاقيات عرضة للمراجعة. على قمة هذه الاتفاقيات التي سيتم مراجعتها هي اتفاقية كامب ديفيد، لما تحتمل هذه الاتفاقية من احتياج شديد للتطوير، احتياج شديد للتعديل، احتياج شديد للوصول إلى ما يحقق مصالح مصر. مفيش حد عاقل هيجي يقول لك أنا هطلع ألغي كل الاتفاقيات الدولية، لأن احنا بلد وبلد كبيرة ولها قيمة ولها معنى، ولا يجوز ان احنا نهز صورة هذه الأمة. لأن انت لما تلغي اتفاقياتك مع الآخرين كمان يستطيعوا أن يلغوا كل التزاماتهم تجاهك. احنا ملتزمين بكل الاتفاقيات الدولية، لكننا ملتزمين بمراجعة ما يتعارض مع مصالح مصر. وأول هذه الاتفاقيات التي في حاجة إلى مراجعة بلا شك هي كامب ديفيد. ولا يعنيك إذا غضبت أمريكا أو إسرائيل؟ يغضب من يغضب، نحن لا يعنينا إلا حدود هذا الوطن. احنا ناس منغلقين في حدود خريطة مصر. أمريكا تغضب، إسرائيل تنبسط، تغضب، مسألة لا تعنينا ولا نفكر فيها. احنا بنفكر مصلحة بلدنا فين، حدود مصلحة بلدنا هي حدود هذه الخريطة. يأتي بقى أي اعتبار آخر في مرحلة بعيدة جدا، لكن الاعتبار الرئيسي هو مصر ومصلحة مصر. الحزب الوطني ببعض المخاطر من فقدان السلطة من شيء من هذا القبيل، أنا أفترض فقط، قد يلقي ببعض الجزرات لهذا الحزب أو ذاك. ماذا، سؤالي وبعجالة لأن الوقت تقريبا انتهى، ماذا لو عرض عليكم المشاركة في تقاسم السلطة؟ أفترض فقط أن تشارك أنت وجمال مبارك في مرحلة قادمة، هل تقبلون أم متمسكون بتغيير شامل ولا تعنيكم الوجوه ولا المناصب؟ نحن لن نقبل المشاركة مع نظام أفسد الحياة السياسية في مصر لمدة 30 سنة. نحن نشارك مع من يستحق أن نشاركه، لأنه يده نظيفة ويستطيع أن يبني معنا في المستقبل. أنا بعتقد أن النظام الحزب الوطني لم يعد صالحا، ولم يعد صالحا حتى للتحالف معاه إلا على ضوء برنامج واضح ومحدد والتزامات أعتقد أنه لن يفكر فيها ولن يقدم عليها، لأنها تعني خروجه من السلطة. طب لو أجمعت الأحزاب السياسية جميعها المعارضة على شخص، أنا أقول مثلا من الإخوان كمرشح للرئاسة، وتم تذليل العقبات، يعني تغيير النقاط التي تطالبون بتغييرها في الدستور، هل ستؤيدونه أم تعودون إلى مشاكلكم الداخلية وتتناحرون فيما بينكم؟ يعني هل هذه المسائل مطروحة أقول داخل الأحزاب السياسية من حل مثل هذه الإشكاليات في اللحظة المناسبة؟ محسوم قولا واحدا أننا سنلتزم بما تجمع عليه الجماعة الوطنية. حلو. سواء كان أيمن نور، سواء كان البرادعي، سواء كان حمدين، سواء كان حد من الإخوان، ما تجمع عليه الجماعة الوطنية احنا هنلتزم بيه. بكلمة واحدة دكتور أيمن، لو التقيت بجمال مبارك في الطريق ماذا تقول له؟ لا مش هقول له، لأني هغير الطريق. الدكتور أيمن نور مؤسس ورئيس حزب الغد المعارض في مصر، شكرا جزيلا لك سيدي. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. بوضوح إذن أجرينا هذا الحوار، ونأمل أن يجمعنا دائما الوضوح والصدق. في أمان الله.